لو قلت لك تعالى ندفع 100 مليون دولار في شركة بتكسب 2 مليون دولار، وإن ده هيبقى واحد من أعظم الاستثمارات في التاريخ، هل هتصدقني؟ غالبا لأ. وده بالظبط الفرق ما بين المستثمر العادي وتشارلز مونجر وورن بافيت. في الفيديو ده هقولك على واحد من أهم مبادئ الاستثمار واللي استخدمته آخر 3 سنين وحققت بيه مكاسب أكتر من 100%. سنة 1972 وارن بافيت وتشارلز مونجر اشتروا شركة اسمها سيس كاندي. الصفقة دي كانت تقريبا مش هتتم لأن العيلة المالكة للشركة كانت طالبة 30 مليون دولار في الوقت اللي تشارلز مونجر ووارن بافيت كانوا عايزين يدفعوا 25 مليون دولار فقط. وجهة نظر بافيت كانت إن الشركة وقتها بتعمل حوالي 2.5 مليون دولار كاش فلو في السنة، فبالنسبة له سعر 25 مليون دولار ده كان حوالي 10 مرات الكاش فلو اللي هي بتطلعه. فوارن قال للعيلة المالكة 25 مليون دولار وسنت واحد زيادة، أنا أوت اوف ذيس ديل. وارن وتشارلي كانوا محظوظين إن العيلة وافقت على السعر ده وما أصروش على 30 مليون دولار، لأن بعدها ب 12 سنة ال2.5 مليون دولار المكسب أو الكاش فلو اللي كانوا بيعملوهم أصبحوا 20 مليون دولار. طيب الزيادة دي جاية منين؟ لو بصينا على الزيادة في عدد الوحدات المباعة هنلاقي إن هو كان بيتراوح ما بين 2 ل 3%. لكن وارن بافيت عمل حاجة ذكية جدا، ساب كل حاجة في الشركة زي ما هي بما فيها ال CEO وكل الموظفين، وعمل شرط واحد بس، إنه أول كل سنة بيجيله البرايس ليست بتاع جميع المنتجات بتاعت سيس كاندي، هو اللي بيحدد الأسعار بتاعت السنة الجديدة. وابتدى يجرب إنه يخلي زيادة الأسعار أكتر من الزيادة بتاعة الإنفليشن أو التضخم بتاع مدينة كاليفورنيا اللي فيها سيس كاندي. واللي اكتشفوا إن سكان كاليفورنيا متعلقين جدا بسيس كاندي كبراند، فالزيادة في الأسعار اللي هي أكتر من نسبة التضخم خلتهم ما عندهمش برضو أي مشكلة إن هم يدفعوا فلوس أكتر فيها. وده باين لهم أهمية إن أنت تستثمر في براند قوي الناس متعلقة بيه. مونجر في آخر حياته لما كان بيتسأل على سيس كاندي كان بيقول احنا كنا بالكاد أذكياء بما فيه الكفاية إن احنا نعمل الاستثمار ده. ولما تفكر فيها هم لو كانوا دفعوا 100 مليون دولار في الشركة اللي وقتها بتكسب 2.5 مليون دولار كان برضه هيكون استثمار عظيم. سيز ادت بافيت وتشارلز مونجر درس مهم جدا ساعدهم في الاستثمار بعد كده بتاع كوكاكولا. أول حاجة لاحظوها لما ابتدوا يفكروا في استثمار كوك إن كوك موجودة في كل بلاد العالم ما عدا بلدين بس، كيوبا وكوريا الشمالية. وحتى البلدين دول لو كوك ابتدت تبيع فيهم بكرة هتعمل مبيعات رهيبة. الحاجة التانية اللي أخدوا بالهم منها إن كوك ملهاش افتر تيست. سيس كاندي زيها زي أغلب الشوكولاتات والكانديز ليك ليميت في عدد الوحدات اللي ممكن تاكلها، إنما كوك عادي جدا ممكن تشرب 4 أو 5 في اليوم زي ما بافيت ذاته كان بيعمل. دي حاجة نادرة جدا عامة في أي منتج. حتى لو بصينا على براند تاني عظيم زي ماكدونالدز هتلاقي إنه صعب جدا إنك تاكل معاك كل يوم. من النقط المهمة برضو إن سيس كانت محتاجة محلات عشان تبيع المنتجات بتاعتها. كوكاكولا ما كانش عندها أي احتياج لمحلات، بيقدروا يبيعوا في السينمات، بيبيعوا في السوبر ماركتس، بيبيعوا في أي مكان. وده طبعا بيخليها كابيتال efficient جدا، يعني مش محتاجة تضخ استثمارات كتير عشان تعمل أرباح. ولما بصوا على ميزانيات كوكاكولا اكتشفوا حاجة غريبة جدا، إن الشركة من ساعة ما تأسست في 1919 لحد ما كانوا بيفكروا يشتروها في منتصف التمانينات مفيش سنة واحدة الفوليومز بتاعت السيلز قلت فيها، كل السنين كانت بتزيد. حاجة تانية برضو مهمة جدا أخدوا بالهم منها، إن إحنا كبشر محتاجين نشرب حوالي 2 لتر سوائل في اليوم. ده خلاهم يفكروا إن هما لو قدروا ياخدوا 50% بس من ال2 لترز دول في شركة بتبيع في كل بلاد العالم تقريبا هيعمل معاهم مكاسب خرافية. من الحاجات الظريفة اللي بافيت بيحكيها إن هو بيعمل الريسيرش بتاعه على كوك لقى ارتكل من مجلة اسمها فورتشن ماجازين. المقالة دي اتنشرت سنة 1938 وفيها الكاتب كان بيقول إن كوك دي شركة عظيمة جدا، لكن من وجهة نظره ساعتها إن الوقت اتأخر جدا على الاستثمار في كوك لأن هي مطروحة في البورصة من سنة 1919. المفارقة هنا إن أنت لو كنت استثمرت 44 دولار بس سنة 1938 وقت المقالة دي كان زمان قيمتهم سنة 93 25 ألف دولار، يعني تقريبا 44 ضعف.
طبعا لاحظوا حاجات تانية كتير زي قوة البراند وقد ايه الناس بتربطه بالهابينس وان السيلابرتيز كلها دايما بتشربه. فالكونكلوجن اللي وصلوا له وقتها انه شبه مستحيل ان انت تقدر تريبليس كوكاكولا. وارن بافيت بيقول لو اديتني تريليون دولار وقلت لي ريبليس كوكاكولا هرجعهم لك مرة تانية، لان استحالة تريبليس كوكاكولا. الشبكة اللي اتبنت والبراند لويالتي اللي حصل على مدار اكتر من 100 سنة شبه مستحيل ان هو يجت ريبليس. كل ده انا بحكيهولك ليه؟ عشان اقولك على البرنسبل اللي جاي اقولك عليه، ان انت بتinvest فقط في الجريت بزنسز. الجريت بزنس زي ما احنا حكينا كده على كوكاكولا مش محتاج انفستمنت كتير عشان يحقق مكاسب. يعني مش مثلا بحط مليون دولار عشان خاطر اكسب 100,000 دولار، لا انا بحط مليون دولار وبكسب 700 800 ألف دولار. عنده براند لويالتي قوي جدا، بيديك حاجة اسمها بارجن باور، ان انت بتقدر تزود الاسعار والناس برضو تفضل تشتري، زي ابل مثلا. الديماند اللي عليه يبقى predictable، تقدر تتوقعه على مدى بعيد، مش زي شركات التكنولوجي مثلا انت مش ضامن ايه اللي بيحصل فيها بكرة. كلنا شفنا بلاك باري، العالم كله كان بيستخدمه، في خلال فترة قصيرة جدا اختفى من الماركت. طبعا الشركات دي مش بنقابلها كتير في البورصة واحنا بندور على استثمار كويس. فاللي عايز اقولهولك انك لازم تبقى صبور، ولما تلاقي فرصة زي دي، طبعا مش لازم زي كوك بالظبط لان ده شيء نادر جدا، لكن فيها على الأقل مجموعة من المقومات دي، لازم تحط فيها مبلغ كبير جدا من الاستثمار. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب عشان تشوف معايا في الحلقة الجاية البرنسبل التالت والأخير، واللي لازم تستخدمه مع الاتنين برنسبلز اللي اتكلمنا فيهم النهاردة والحلقة اللي فاتت، عشان تضمن انك ما تخسرش فلوس تاني في البورصة.